عري الموز، فلم يتوقف الأمر عند مقاطعة أغلب العائلات الجزائرية له، بل تعدى ليصبح محل سخرية، وهو ما وقفنا عليه حين اقترب فريق النهار من المواطن ليعرف كم من حبة موز تناولها منذ بداية سنة 2007. نتابع مع عبد النور رحاب. البنان ما شيش، ما كليتوش كاع. البنان ما نعرفوش. اول بنان ماشي شدو فلان هي بنان. بنان. البنان وينو بنان؟ غالي بزاف. غالي بزاف. غالي بزاف. غالي ما كليتوش كاع. ما كليتوش. الموز لمن استطاع إليه سبيلا. عندما يصبح الموز كعملة صعبة يتم تداولها في بورصة سكوار، فلا تستغرب من أن تجده على واجهة محلات المجوهرات ليكون في مقام واحد رفقة الذهب، فالموز غاب عن قاموس الجزائريين. ما نهضروش عليه، بان نرجع كتر من اللحم. والله كنا نشريوه البان. هادشي اللي كيوقع في الجزائر. اش غادي نقول لكم؟ بعد الانتصارات اللي حققها المغرب في جميع المجالات، لازم الكراغله انهم يعبروا على الحقد ديالهم وعلى السم ديالهم. اخواني اخواتي، في هذا اللقاء الرياضي وحنا كنشوفوا يعني الملعب بالكامل وهو كينهش وكيسب في المغاربه. المهم كيسبنا قال لك بالبنان وحنا حيوانات، وحنا عارفين الحظيره ديال الحيوانات الكرغوليه اخواني اخواتي، والعقده ديالها من البنان. البنان كيتصوروا معاه، البنان حاطينه في الفيترينا مع الذهب. البنان ولا اكثر من اللحم في الجزائر. هادشي كامل اخواني اخواتي وخصوصا ولا والي على المنتخب ديالنا الوطني. وشنو دار فيهم؟ هبلهم، جاب لهم الجلطه، جاب لهم السكر. الانجازات ديالو اللي حقق عالميا، هادشي كامل كانت هذه فرصه للشعب الجزائري باش ينفت السموم ديالو. الناس اللي كتقول لنا خاوه راه ما كاين لا خاوه ولا طاوه. هادو راه ماشي المخابرات ولا نقولوا هذا النظام الخسيس والرخيص والابواق ديالو من الصحافه والاعلام. لا هذا الشعب، هذا وراه هذا الشعب اللي ولا حاقد على ولي النعمه ديالو. لان المغرب يا بغيتي ولا كرهتي الكرغولي ولي النعمه ديالك. لو ما كانش المغرب كنتي مازال عبد لماما فرنسا. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ الحباب ديالنا العنصريه او خطاب العنصريه اللي كان بالجزائر. نخليكم مع واحد المقطع وغادي نكملوا من بعد. Let us not forget the last colony of Africa, Western Sahara. Let us fight to free Western Sahara from oppression. Let us also remember that Madiba said our freedom is incomplete without the freedom of Palestine. Therefore we stand together to fight for the liberation of Palestine. Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea! Free Palestine! I thank you. سمعوا يا المنافقين هادي، والمنافقين في الدرك الأسفل من النار. سمعوا نقي ودنيك. نحن إن كنا ننسى فلا يمكن أبدا أن ننسى أن الشعب المغربي كان يناصر الثورة الجزائرية. وعندما حصل الجزائر على استقلاله في أوائل الستينات، تحولت لجنة نصرة فلسطين المغربية مباشرة لتكون لجنة نصرة من الجزائر إلى فلسطين، وهذه اللجنة موجودة للآن. والله كانوا في جنبنا يعني، وعملوا المستحيل يعني في
والملك محمد الخامس لا ننسوا ابدا، ما في جزائري لا ينسى يعني يده البيض علينا. واعتبر بان هذا ولكن مش ممكن يعني ندخل في التفاصيل الى اخره، في اشياء اللي مش ممكن يعني تسرد كده. المهم انا موقفي اعتبر بان هذا عيب علينا، يعني الحدود بالله عيب علينا. نتمنى أن تجد كلماتك صدى لدى الحكام في الجزائر. غادي نرجعوا للعبارات العنصرية إخواني أخواتي. نددات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هاد العبارات اللي شهدها حفل افتتاح الشان بالجزائر في حق الجماهير المغربية، وأيضا الخطابات السخيفة والمناورات الدنيئة في كلمة خارج السياق. وقال بلاغ الجامعة بالحرف: نندد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة التي صاحبت افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين أمس الجمعة بالجزائر بعد الخرق السافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد إلقاء كلمة خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشان الكروي. كما تندد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالعبارات العنصرية الموجهة للجماهير المغربية المعترف بتحضرها وأخلاقها النبيلة المعترف بها عالميا من قبل الجماهير الحاضرة في مباراة الافتتاح. وفي هذا الشأن تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها رسلت الكف للكرة لتحمل كامل مسؤولياته أمام هذه الخروقات السافرة البعيدة عن مبادئ والأخلاق كرة القدم. إخواني أخواتي الحباب ديالي، هاد الأفعال ديال الجارة الكرغولية الله يرحم الحسن الثاني هذا ابتلاء ابتلانا به الله. حنا عارفين هاد الناس هادو 47 عام وما دارينا العصا في الرويضة. يا والله المحيط الأطلسي إلا شميتوه ولا كليتو داك الحوت ديالو دائما كنقولها، إلا ما شريتوه لا كليتوه. المهم الحباب ديالنا هاد الشيء اللي كيديروا حنا متعودين. واش نسيتوا منين جراو على المغاربة ليلة العيد وشردوهم وجردوهم من أملاكهم؟ هادشي عادي. هاد الناس قطعوا البر وقطعوا الجو. إخواني أخواتي لو كان بيدهم الأكسجين وكنقطعوه على المغاربة. وهادشي كامل إن دل على شيء كيدل على الحقد. لأن المغاربة فايتينهم ب100 سنة ضوئية، دولة بترولية وكتعتبر من الدول الفقاقير. أبسط أمور العيش طوابير، دولة الطوابير. إخواني أخواتي كيشدوا الطابور على الزيت، على السكر، على الدقيق. المغرب ماشي دولة بترول والحمد لله عايشين مخيرين، زيادة على الانتصارات والإنجازات إخواني أخواتي اللي كيقوم بها الإمبراطور محمد السادس نصره الله. المنتخب المغربي طرطق لهم المرارة. عادي هاد المسائل هادي كيخرجوا داك السموم ديالهم إخواني أخواتي. المهم المغرب بلاد الكرم وبلاد إلا جا عندنا شي واحد كنرحبوا بيه. جيتوا نتوما عندنا شحال من مرة جيتوا وحنا مدابزين وقاطعين علينا البر والجو. جيتوا جا المنتخب ديالكم ورحبنا به وكان يعني مكرما، كان محترما، ما خلينا ما درنا لكم. ولكن كما كنقولوا لكم هذا هو المستوى ديالكم. ما كاينينش حنا تما كاع ما جيناش. واحسن حاجه ان الفريق ديالنا ما مشاش شارك. لا يشرفنا اننا نجيو ونشاركوا عندكم، وان شاء الله غادي تنزل عليكم عقوبه، لان ما يمكنش انكم تنظموا هذا الحفل الكروي وانتم قاطعين على عباد الله الطائرات ومنعين اي طائره مغربيه تحلق فوق الاجواء الجزائريه. انتم مقاتلينها مع راسكم. المهم الحباب ديالنا غادي نرجعوا لهذه القناه بقوه إخواني أخواتي، لأن هاد الكراغلة يخافوا ما يحشموا. عجبكم الفيديو جمجموا ولا تخمموا، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله. مع السلامة.